مساء الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر. والحوار اللي انا راجعه بيه النهارده بصراحه هيكون عن موضوع انا بعصره شخصيا كل مره بنزل فيها مصر. اول حاجه انا هتكلم على النرويج الاول. هتكلم على لو انت مثلا عندك شقه هنا وعايز تأجرها في ايجنسي، يعني في مكاتب كتير ان انت ممكن تروح لها. انت ممكن تأجرها بنفسك، يعني مش لازم تلجأ للمكاتب دي، بس في مكاتب للي عايزين ان هم يدوا شقتهم بحيث ان هم ما يتدخلوش في اي حاجة. المكتب هو اللي يعمل كل حاجة، هو اللي يكتب العقد مع الناس، هو اللي يقابل الناس، هو اللي يستلم منهم الشقة، والمكاتب دي كلها هنا فعلا صادقة ومكاتب حقيقية وناس يعني لها سمعتها. ما ينفعش ان هم ينصبوا عليك او ما ينفعش ان هم يعملوا حاجة غلط. طبعا هنا النصب والحاجات دي بتبقى قليلة جدا 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 علشان القانون، يعني البلد فيها قانون والناس كل واحد بيحترم القانون، مش شرط ان هو يخاف منه بس بيحترمه. غير عندنا في مصر. عندنا في مصر لو انت عندك شقة وعايز تأجرها بتعاني من حاجات كتير جدا. ما عندناش الفرصة ان في، يعني انا لما انا هحكي الاول على قصة. انا كنت نازله في مصر مره اجازه، ما كانش عندي شقه وكنت عايزه اجر شقه علشان كانت نازله صاحبتي معايا من هنا. والمهم طبعا انا كلمت اختي عشان ما كنتش عايزه اقعد عند اي حد من اخواتي ولا في بيت ماما، يعني بيت ماما موجود بس انا مش عايزه اقعد فيه. بس انا كنت عايزه ان انا وصاحبتي نبقى حرين ونبقى عندنا الحريه الكامله انا وهي لما ننزل مصر. فبعت لاختي وقلت لها ممكن تشوفي لي اي مكتب بيأجر شقق. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، الموضوع خد اكتر من شهرين. هي بتدور على حد صادق او حد تثق فيه، يعني حد يقول لك مثلا انا عندي في الحتة الفلانية وياخدك ويوريك ويكون الكلام حقيقي 100%. مفيش الكلام ده، والموضوع ده صعب جدا 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 في مصر جدا. انا فعلا عانيت منه وكنت دايما بسأل، يعني انا لما نزلت مصر سألت اختي قلت لها هو ليه هنا ما ينفعش ان احنا نكلم المكتب ونقول لهم احنا عايزين شقه، فيقولوا لنا انا عندي شقه في الحته الفلانيه والحته الفلانيه والحته الفلانيه، وحضرتك هتيجي الساعه مثلا 8 المغرب او الساعه 9 او الساعه 7 وات ايفر وتتفرجوا على الشقه. ومفيش الكلام ده. انت اول حاجه عندنا في مصر حاجه اسمها سمسار. اوكي. ليه السماسرة او يعني ممكن يكونوا موجودين عادي وممكن يكون سمسار، بس ليه السمسار ده ما يبقاش عنده مكتب محترم وعندهم مصداقية في الكلام وعندهم مصداقية في ان هم يكسبوا ثقة الزبون بتاعهم؟ ليه احنا ما عندناش الكلام ده بجد؟ اول حاجة هنا كمان، يعني كمان احنا في الاخر اجرنا شقة، بس الموضوع كمان ان احنا لما اجرنا الشقة خدنا الشقة سوري يعني، بس كانت وسخة جدا. الشقة ما كانتش متنظفة. واحنا هنا عندنا في النرويج لما تيجي تأجر شقة بتأجر الشقة متنظفة من كل حتة، من فوق ومن تحت ومن المطبخ وفي فوق الكابينت بتاع المطبخ وتحت. لازم ما يبقاش فيها لا همسة تراب ولا همسة وساخة. وانت بتسلم الشقة بيبقى نفس الحكاية. بس والله العظيم زي ما بقول لكم كده، ان انا حتى لدرجة ان انا فكرت ان انا اعمل المشروع ده في مصر، مشروع ان فيه يبقى فيه مكتب صادق 100%، يحترم الناس والناس تحترمه. لان الموضوع ده احنا عندنا الموضوع ده مش موجود عندنا في مصر، ان حد يحترم وقتك او يحترم مثلا ان هو ان انت اتصلت بيه واخدت من وقتك كذا وكذا وكذا. لا مفيش، ما عندناش الكلام ده للاسف. الناس عندهم الوقت كتير جدا. هنا عندنا الوقت له تمن، لان هنا زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده ان هنا الناس بتتحاسب بالساعه، فكل هنا الوقت بفلوس. فعلا الوقت بفلوس زي ما الناس بتقول، لكن مش عندنا في مصر. عندنا الوقت بكتير جدا وببلاش، عشان كده مفيش اي حد بيحترم وقتك. ونرجع للشقه. لما اجرت الشقه اخدت الشقه كلها تراب. العفش اللي كان في الشقه حقيقي والله العظيم بجد يعني
طبعا هو صاحب الشقة كان متخيل ان العفش ده واو وطب، بس العفش كان يعني بجد ما ينفعش انك تأجر شقة بالعفش ده، والله العظيم. فأتمنى ان انا في يوم من الايام انزل مصر ويكون حد عمل المشروع ده، او حد آه عنده مصداقية، يكون عنده مكتب، ويكون المكتب ده بيأجر شقق ويأجر للناس شقق، وكمان بيبيع شقق، يعني مفيش مشكلة. بس يكون في، انا بصراحة مش عارفة اشرح لكم هو ازاي، لان هنا الموضوع ده حسب، هنا الناس لما بتأجر شقق بياخدوا عمولة، يعني مثلا يقولك 10% او 11%، او اوكي مفيش مشكلة، والناس بتوافق وبيكتبوا عقودات على كده، بس بيعملوا شغل 100%، بيعملوا شغل حقيقي، ما ينفعش ان انت تشتكي منه خالص. وفي الاخر شقتك بتاخدها زي الفل، ما بتبقاش بايظه ولا بتبقى خربانه ولا بتبقى ده ولا بتبقى ده ولا بتبقى ده. فليه ده مش موجود في مصر؟ وهل لو ده موجود في مصر وانا طبعا ما شفتوش او ما عصرتوش، اكتبوا لي في الكومنتات، عرفوني ان في حاجه زي كده موجوده في مصر ولا لا. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر.